السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي كيهمنا كاملين، خصوصا في هذا الزمان اللي ولات مواقع التواصل كتحكم في العقول ديال الناس وكتوجههم بطرق خطيرة بلا ما يحسوا. موضوع اليوم ماشي على الجريمة كجريمة، ولكن على ضحايا الجريمة اللي ما داروا حتى جريمة. ناس ما سرقوش، ما تعداو على حد، ولكن بكثرة ما كيتفرجوا في محتويات الجريمة النظرة ديالهم تبدلات للعالم، ولاو كيعيشوا في الرعب، في التوتر وفي عدم الثقة، حتى ولاو تيقولوا أن المغرب كامل ولا خطر. خليكم معايا نكملوا الموضوع. فبحكم أنني عشت بزاف في الميدان وكان ممكن نكمل الخط ديال الجرائم بحال بعض الزملاء، ولكن اختاريت نكون مختلف وبديت كنشوف خطر جديد، خطر صامت وكيضرب في النفس والعقل قبل ما يضرب في الأجساد. غادي نحكي لكم اليوم بعض القصص الواقعية، وغادي نطرح معكم تساؤلات مهمة، ويمكن تلقاو راسكم أو ناس من عائلتكم وسط هذه القصص. نخليكم مع الموضوع ونتمنى تسمعوا بقلبكم قبل ودنيكم. إخواني أخواتي، فكما سبقت وقلت لكم أنني خدمت سنوات طويلة في الميدان، شفت بزاف وعشت بزاف، وكنت قريب من تفاصيل الجرائم، من المآسي، من الواقع اللي ما كيبانش في العناوين ولا في الهروب ديال المجرمين. ولكن منين خرجت من الميدان كان خاصني نختار شنو ندير بصوتي، نكمل نهضر على الجرائم ولا نقدم حاجة مغايرة. جاوبت راسي وصدق كاينين زملاء محترفين كيقوموا بهذا الدور، أما أنا بغيت نقدم توعية من نوع آخر، توعية بزاوية إنسانية، بزاوية اجتماعية تأملية. ومن بين الظواهر اللي خلاتني نوقف ونفكر مزيان هي هذا الإدمان الكبير على مشاهدة الجرائم في السوشيال ميديا. كل نهار وكل ساعة فيديو جديد فيه جريمة، اعتداء، كاميرا مراقبة، صدمة، وعناوين كلها إثارة. والخوارزميات كتزيد تسقي المتفرج بنفس المحتوى، يعني إلا شفت شي فيديو فيه جريمة غدا غادي يخرجوا لك 10، ومن بعد تولي انت هو الضحية ديال الغرف السوداء ديال المحتوى، حتى كيشرب العقل الرعب ويشوف المغرب كله بحال شي غابة فيها غير المجرمين. وهنا كيظهروا لنا نوع جديد من الضحايا، ناس تضروا من كثرة مشاهدة الجرائم بلا ما يديروا حتى جريمة. فكيفاش كيتشكل الخطر النفسي؟ فمنين كتفرج كل نهار فيديوهات ديال الجريمة عقلك كيولي مبرمج على الخوف وعلى الشك وعلى التوجس من الآخر. العين كتولي تشوف العالم مظلم، كئيب، مسموم. فالمحتوى السلبي اليومي كيساهم في ارتفاع التوتر والقلق، وكيخلي الناس تعيش واحد الوهم بأن الجريمة حاضرة في كل حي وكل لحظة. يعني المتفرج ما بقاش مجرد مشاهد، هو ضحية غير مباشرة، عنده أعراض نفسية وذهنية، ولكن بلا دم، بلا تحقيق، بلا جريمة. إخواني أخواتي، خلوني نحكي لكم بعض القصص الواقعية على ضحايا الجريمة اللي ما داروا حتى جريمة. القصة الأولى ديال واحد الشاب اللي دمروا العقل ديالو، شاب مغربي من حي شعبي، كان كيحب يتفرج في الفيديوهات ديال الجرائم، كل مرة فيديو جديد، كل مرة عنوان اخطر من الآخر، حتى ولا يشوف الجريمة في كل وجه وفي كل زنقة. واحد المرة شاف واحد الراجل واقف قدام دار مهجورة وهو يشك فيه وصوره وزاد عليه من راسه وهو ينشر الفيديو طلع للطوندونس. ولكن الصدمة هي أن الراجل كان مريض عقلي وهو ولد الحومة، ماشي مجرم، وكان فقط واقف كيهضر مع راسه. الشاب من بعد تشد
وتدمر المستقبل ديالو. والسبب محتوى كيخلي الإنسان يشوف الجريمة حتى في الناس الأبرياء. القصة الثانية إخواني أخواتي، الأم اللي ولات كتخاف من ولدها. واحد السيدة كبيرة في السن كتعيش مع ولدها الوحيد، ولدها معروف بالخير والنية، ولكن الأم كانت كتفرج ساعات طويلة في فيديوهات ديال الجرائم. ها ولد قتل مو، ها شاب ذبح والديه، ها مريض عقلي عنف عائلته، حتى ولات كتشك حتى في ولدها وكتخاف يضربها بلا سبب. هربات من الدار وولات كتعيش الرعب، وهو ما دار حتى حاجة، ولكن تصنف في الدماغ ديالها بحال شي تهديد. القصة الثالثة إخواني أخواتي، الطفل اللي بغى يهرب من البلاد. واحد الطفل صغير بدا كيتفرج في التيك توك، كلشي اللي كيخرج ليه جرائم، خطف، اغتصاب، هروب، عصابات. حتى قال المعلم ديالو واحد النهار انا ما بغيتش نعيش في المغرب، بغيت نخرج. طفل بريء صغير ما بقى عنده حتى امل في بلادو، رغم انه ما شاف حتى حاجه من هذا الشيء بعينيه، ولكن العقل تشبع بديك الصوره القاتمه ديال الجرائم. القصه الرابعه إخواني أخواتي، البنت اللي رفضات الزواج بسبب الخوف. واحد البنت كانت كتقرا في الجامعة، تقدم لها واحد الشاب، خطبها، شاب ولد عائلة، ولكن هي كانت مدمنة على مشاهدة محتوى الجرائم الزوجية والعنف الأسري. ها عريس قتل مراته، ها خطيب عنف خطيبته، ها مغربية تتعرض للاغتصاب ليلة الدخلة، وهي ترفض وقالت ما بغيتش نكون ضحية، بلا ما تعطي شي فرصة، بلا ما تعطي حوار. الخوف سبق المنطق وهدم واحد المشروع ديال الزواج اللي ما بداش أصلا. إخواني أخواتي، الإعلام واش كيوعي ولا كيخوف؟ هنا خاصنا نطرحوا السؤال الكبير، واش الهدف من نشر الجريمة هو التوعية ولا هو فقط شد الانتباه والتجارة بالخوف؟ كاين فرق كبير بين أنك تنبه الناس وبين أنك تخليهم يفيقوا كل نهار وهما شايفين الحياة كلها رعب. المتفرج العادي في هذه الحالة ما كيبقاش عارف الواقع من المبالغة، كيبدا يشوف غير السلبي ويعمم على المجتمع كامل، والنتيجة الخوف، فقدان الثقة، كره الوطن، وربما حتى الهروب من الحياة. إخواني أخواتي، ماشي حيت خرجت من الخدمة نسيت الجريمة، بالعكس شفتها عن قرب وعرفت حقيقتها، ولكن قررت ما نزيدهاش فوق ما هي وما نخليهاش تسيطر على عقول الناس، خصوصا في وسط هذا السيل الإعلامي المبالغ فيه. أنا بغيت نكون مختلف، بغيت نحكي على الخير، على الوعي، على التربية النفسية، على الثقة، على المغاربة اللي مازالين كيقاوموا بالنية والكرامة، على بلادنا اللي محتاجة نفحة أمل ماشي عاصفة ديال الخوف. ولكن واش بصح المغرب هكا؟ المغرب فيه الجريمة طبعا بحال باقي دول العالم، ولكن فيه ناس طيبين، فيه أمهات كتفيق مع 5 الصباح كيخبزوا وكيوصلوا ولادهم للمدرسة يقراو، فيه رجال تعليم، أطباء، درك، شرطة، فلاحين، طلبة، متطوعين، فيه ناس كتخسر وقتها وفلوسها باش دير الخير، ولكن هاد الناس بعض من الإعلام ما كيتكلمش عليهم، لأن الخير ما كيجبدش المشاهدات، الشر هو اللي كيتباع، وبالتالي المتفرج كيبقى يشوف غير الجريمة حتى يولي يظن أن الواقع كله مجرم، ويبدا يفقد الثقة، يعيش في الخوف، يكره بلاده، وحتى النظرة للآخر كتولي سوداوية. إخواني أخواتي، راه خطير أننا نختزل المغرب في فيديو ديال الجريمة، خطير أننا نربيو الأجيال الجديدة على الرعب والتشكيك والخوف. المجتمع ماشي غير اللي كنشوفوه في التليفون، راه فيه النور وفيه الظلام، فيه الخير وفيه الشر، ولكن العقل السليم هو اللي يختار فين يوقف وفين يشد المعلومة. شارك، تابع، وعي، ولكن ما تخليش الخوف يرسم ليك واقع مشوه. تحياتي لكم
وخليكم ديما واعيين.